وادي كانت وصفتنا النهارده. بصوا الرز ما شاء الله، معلش بقى سامحوني البتاع سخنه. بصوا الرز، بصوا مفلفل ازاي، بصوا تبارك الرحمن، بصوا ولا الريحه. اتفضلوا معانا اهو، بصوا جميل ازاي. وندوق نقول بسم الله. طعمه. مساء الخير متابعيني الكرام، يا رب تكونوا دايما بأحسن حال وأتم صحة. النهاردة مع بعض هعرفكم تريكات حلوة جدا وجميلة، هستخدموها بقى للحمام الكذاب. تحفة 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 ولذيذة جدا، وإن شاء الله هتعجبكم وهتعجب كل اللي هياكلها بإذن الله. أول حاجة هنسمي بالله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما تنسونيش بالدعوة الحلوة، وتدعوا لأبي وأمي بالرحمة والمغفرة، اللهم أمين يا رب العالمين. بصوا بقى المقادير عندي كالتالي. أنا عندي هنا كوباية رز بلدي، وعندي هنا قوانص وكبدة فراخ مقطعاهم قطع صغيرة كده، ولازم تغسلوها كويس جدا في مية وليمون، وتحطوا عليها معلقة دقيق ومعلقة جنزبيل، وتعصروا ليمون وملح ومعلقة سكر. بتقعد حوالي 5 دقايق كده علشان تنزل الزفارة اللي فيها. وعندي هنا بصلاية وفلفل حامي وفلفل رومي، وممكن فلفل الوان لو تحبوا كمان. وعندي هنا 3 فصوص ثوم، وعندي زبدة، وعندي زبيب. ولو عندك مكسرات يبقى فل، بس انا طبعا ما عنديش مكسرات فهكتفي بس ايه بالزبيب. وعندي هنا وراك مخلية، غسلها برضو كويس جدا ونقعاها في المحلول الملحي، وانا سبقت وقلته كتير جدا في فيديوهات عندي مفصلة وموجودة على القناة وعلى الصفحة. وبعد كده بقى بجيب بصلاية بدعكها بالملح والفلفل، وببشر عليها طماطمايه، وبعد كده ببتدي بقى ايه ادعك بيها الوراك بتاعتي، وبسيبها منقوعه فيها مثلا مده مثلا ربع ساعه نص ساعه. كل ما تطول المده كل ما يبقى افضل. حبايبي معلش عشان نسيت اقول لكم البصله اللي انا حطيت عليها ملح وفلفل وطماطم، عصرت عليها ليمونه ودمجت كله مع بعض كده، وبعدين ابتديت اتبل بيها الوراك بتاعتنا. بصوا بتنقلها في حته تانية. جربوا التركايه دي حلوه جدا، انا نسيت اقولها وانا بقدم. بصوا حبايبي، انا اول حاجه عملتها حطيت معلقه صغيره قوي عسل، او ممكن معلقه سكر. هسيبها بس قيمه ايه دقيقتين كده، وهتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده اهو. وبعدين هنزل عليها بمعلقه زبده، وبعدين هنزل بمعلقه بهارات، وتبقوا حفظتوا بهارات تكات وصفات تندونه. وبعدين هنزل بالزبيب كمان ومعلقه الملح، وهنقلب الكلام الجميل ده كله مع بعض كده لغايه بس لما ريحته تطلع. بصوا يا حبايبي خلاص اهو، هتلاحظوا ان الريحه ابتدت تطلع علينا اهي ما شاء الله. اتفضلوا معانا. والزبيب ابتدى ينفش معانا. في الوقت ده هروح نازله كده بالقوانص بتاعتي كده واديها تسويقه. وما ننساش حسين المستكه بتاعنا بالتدوين. بصوا يا حبايبي ما شاء الله اهي اتحمرت معانا. هبتدي بقى انزل بالبصل والفلفل بتاعي وفصين الثوم المهروسين اهو، وهنقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه لغايه اما البصله بتاعتي تصفر. حبايبي خلاص اهي البصله اصفرت معانا ما شاء الله، الريحه تجنن ما شاء الله. ولو وصلتوا لغايه هنا بقى متنسونيش بالدعوه الحلوه واللايك والشير، ولو انتوا لسه مشتركتوش يلا بسرعه اشتركوا عشان الجديد دايما عندي. طبعا انا غاسله الرز اهو، هبتدي انزل بيه كده ونشوح الكلام الجميل ده كله مع بعض كده اهو.
طبعا انا فضلت اقلب كده لمده دقيقتين علشان خاطر الرز يندمج مع الماده الدهنيه والخلطه بتاعتي الجميله دي. بصوا بقى شكله، بصوا لونه ما شاء الله، يتاكل ني اهو. هبتدي انزل بكوبايه ميه اهو، وهسيبه لغايه لما يتشرب وبعدين نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، خلاص الرز بتاعي ابتدى يتشرب اهو زي ما انتم شايفين كده. انا هديت عليه النار يا دوبك 5 دقايق. هاخد منه اللي انا هحشي بيه الوراك، هنشوف مع بعض. بصوا يا حبايبي، خلاص عدت 5 دقايق. ابتدي بقى اخد الرز اللي انا هحشي بيه اهو، وهسيب الباقي يكمل السوا بتاعه اهو زي ما انتم شايفين كده. ده اللي انا هحشي بيه الوراك بتاعتي. بعدين هبتدي بقى اغطي عليه تاني واسيبه بقى لما يستوي تماما. التركايه دي بقى مني، لازم الرز يبرد تماما جدا واحنا بنحشي الوراك بتاعتنا. ادي يا حبايبي اهو الوراك. هنبتدي بقى نحط الحشوه بتاعتنا الجميله اهي كده، وما تملهاش طبعا، بس حاولوا ان انتوا يعني تفرغوا كده الحشوه كده زي ما انتوا شايفين. بصوا كلها اهي ما شاء الله اتملت كده. وبعدين هبتدي بقى ان انا اروح واخداها كده اهو بالراحه كده وبشويش كده اهو، واروح ابتدي مقفلاها زي ما انتوا شايفين كده اهو ما شاء الله. حبايبي لو انتوا خايفين انها تفتح منكم، هي ان شاء الله مش هتفتح، بس انا هقول لكم برضو على تركايه حلوه. بنجيب الخله ديت ونبتدي ان احنا اهي نقفل بيها كده. لو انتوا حسيتوا ان هو ممكن يعني يفتح منكم ولا حاجه اهي كده، امسكوا الجزء ده على الجزء ده كده. بس لازم طبعا الفرارجي يكون يعني مش مقطع الجلد بتاعها عشان نقدر نحافظ عليها اهي كده بالمنظر ده كده اهو. خلاص حشيناه كده، وهنيجي بقى ايه للتغطيه بتاعه الحمام الكذاب بتاعنا. انا حطيت هنا ميه مخلل، وحطيت معلقه مستردة، ورشيت عليها فلفل اسمر او فلفل ابيض ما يقولش لا، وحطيت معلقه صلصه ومعلقه صويا صوص اهو. وممكن نحط زبده او زيت زي ما تحبوا كده اهو. وهقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه كده. وبعدين هبتدي بقى ادهن الحمام بتاعنا الكذاب اهو كده زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اهو. ولا بقى هنسلقه ولا حاجه، انا مولعه الفرن على اعلى درجه حراره عندي لمده 10 دقايق اهو كده زي ما انتم شايفين. بصوا يا حبايبي، خلاص غطيتها بالصوص الجميل اللي انا عملته. وبعدين هجيب ورقه زبده كده وهحط عليها ورقه فويل كده زي ما انتم شايفين، وهدخلها الفرن ونشوف هنعمل ايه بعد كده. بصوا يا حبايبي، خلاص اهو استوى ما شاء الله. بصوا شكله ما شاء الله يفتح النفس. ادي الرز بتاعنا برضو كل ده ما خدش مننا اكتر من نص ساعه. بصوا ادي الرز بتاعنا اهو استوى. بصوا ما شاء الله ومفلفل ازاي، تبارك الرحمن. هغرف ونشوفه مع بعض. ادي يا حبايبي اهو ما شاء الله غرفناه، وعملنا جنب منه سلطه جميله كده اهو. بصوا بقى الجمال والحلاوه، تبارك الرحمن. يلا بينا ندوق بقى الحلاوه دي ونشوفها مع بعض. وادي كانت وصفتنا النهارده. بصوا الرز ما شاء الله، معلش بقى سامحوني البتاع. بصوا بصوا الرز، بصوا مفلفل ازاي، بصوا تبارك الرحمن. بصوا ولا الريحه، اتفضلوا معانا اهو. بصوا جميل ازاي، وندوق ونقول بسم الله. طعمه
مش عشان انا اللي عاملاه، بجد جربوا التريكات اللي انا قلت لكم عليها، هتودي الوصفة في حتة تانية. جربوا تريكات وصفات دندونة، وهستنى تعليقاتكم هنا اللي بتدعمني وبتخليني استمر. وانتظروني في فيديو جديد تريكات وصفات دندونة. نسيت كالعادة. ويلا بينا بقى نشوف الجمال والحلاوة دي اتعملت ازاي. يلا بينا على الطريقة اهو، من غير لا سلق ولا اي حاجة في الفرن. باي باي.